تحية للأخ ياسر الجعلي. والأخ ياسر راجل عزيز علينا، بيزعل عن سفر الحبيب وملابساته. أنت ياسر داير قصته يعني؟ طبعا قصة سفر الحبيب قصته والله أنا كنت طبعا خاطب بالواضح كده، خاطب أم أولادي. كانت في برصان. وكانت لا كانت في فتوار. أيوة. قضت فترة الصيف. يعني رايد سواق ودخلنا أحمد سعيد. ايوه. قال لي يا اخي اولادك نحن الفتاه طبعا بيقولوا اولادك. ايوه. اولادك دي شفتهم ساووا احمد محمد اخوك ودانا البنطوم. وانا كنت في الفتره دي بوزن لي في شمار يعني. ايوه. في سوق عبد الرحمن مع المرحوم سليمان البريوب. وكنت بوزن كده ماسك لي ورقه فلوس كابا. المهم احمد سعيد ضرب في وتر حساس. ايوه. الراجل ده لما قال لي كده بقيت اكتب وزن شوال بيجاي وبيت بيجاي. لما انتهيت من وزن ال 30 شوال انتهت القصيده اللي هي بتقول بخاطب في احمد سعيد بقول له اروي لي عن سفر الحبيب وكيف سفر محبوب بسعيد. اصل كنت هم البلد هل بكاها انا زي بكاي. وصف لي بس عن الفريق بعد السفر صار حاله كيف. خوفي له من الظما خلاص راح الخريف البلد ساب الربيع لا زهر مخضر وريف منا قام رحل الغمام جاء حر وصموم وصيف. سافرت ليه خليتنينا ما وراك هذا بنتحب وراك حربية الدليل وما عرف وين الدرب عارفاني غيرك ما بريد والمحال بعدك أحب أهدي لك طراق من نداك يا مدن هطال بك. محبوبي أنا بعلوفه يا مناهل من حنان بيوضة شربت من نداك رمال صبحا كالجنان بالفطرة حبك عشت فيه وأصير عيدك من الزمان الدنيا الأمتين تبتسم وتجمعني بست إحسان. طيفا مننا ما بيفوت أصبحت حادنا الذكريات ويا حلي جلسات هواي في سكون الأمسيات. المينة تنعم بمجيك انت صادر واردات والمالح البحر الكبير ظني فيه يصبح فرات. يعني انت حتى البحر المالح ده تجيبوا له فرات تعملوا له عزب. يا اخي مش المالح المينا ذات وصولا لبر السودان انتعشت المينا. انتعشت صادر واردات كل الصادرات ولا انتعشت. ايوه دي كلها بمجي الحبيب لبرصان. طبعا ياسر ده خيال عميق وخيال كبير. والاغنيه دي ذاتها مره جمعتني جلسه كده مع الاستاذه السنوده. جينا ننسى ياسر يا اخي. يا اخي مباراة ورا الهناية ده اخي الفنان الشاعر ده الكبير اسحاق الحلنجي. بعدين اسحاق ده يوم الزواج اخونا ابو بيت مصطفى الباشمهندس حتى بيتصل بابو بيت قال لي يا اخي الترابيزه رغم كده اقعد فيها انت مدينا كرام كده تقعد بيجيك زول ضيف عزيز علينا لانك انت بس تدي فكره عن البلد وعن الباو وعن الفتوار وكده وانت في المجال ده. ومين قعدت معاه تونس معاه وقال لي نفسك ده نفس راي الشاعر. قال لي يمكن تدي لي عيون قصيدك اديته القصيده دي. الراجل ده عملني كثير شديد قال لي يا اخي انت لو كتبت القصيده دي ده كان كفايه جدا. لانه حتى انا شرح له ذات ملابساته وقصتها هي ده اسحاق الحمل كان شهاده من اسحاق يعني راجل شاعر الاغنيه السودانيه وراجل ساهل. والله انا يمديني انت ذاتك راجل ما ساهل وببساطتك وبحاجاتك ونحن بنلقاك في كل مع الناس الصغيره وفي الكبيره وبتقدم للناس الكثير جدا وما دايم نقسم ظهرك لكن حتى تواضعك وقعدك مع الناس في السوق وفي الدكاكين وزول بيطلب منك حاجه دايما بتلبيها له. ودي بتدل على انه الشاعر الاحساس المرهف تجاه الناس بخليه دايما مرتبط بالناس. والزول لما يكون حاسس بهموم الناس دي يعني زول بيكون فيه الصفات الانسانيه الكبيره جدا. الحانك كلماتك العذبة والحانك الجميلة وحاجاتك تفاصيلك وأغانيك بتدلل على مدى حبك لمنطقتك وحبك لبلدك. ونحن يا اخواننا والله ده لغاس غير عملنا معنا نجم الدين مصادفة الاستاذ نجم الدين الراجل الشاعر الكبير الراجل الكتاب الأنيق الحاجات بيعمل السهل الممتنع كل الكلام اللي بيكتبه بهناي بيلامس كل الناس. وحقيقة ان احنا واحدة من القصائد اللي قاعد نجيب عندها كثير سفر الحبيب ويزول بيعتبر انه حبيب مسافر نجم الدين عبر عنه.